هذا اعلام تحكيوا عليه. كرهتونا فيها تونس، كرهتونا فيها. عرسها اللي تستنى فيه ما خالطتش فرحت بيه. تطورات جديدة بخصوص قضية الانستغراموز مريم الدباغ كان كشفها المحامي أحمد بن حسانة، تتمثل في إصدار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لبطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الدباغ رغم تقدم منوبته حنان العش بإسقاط الدعوة. إن شاء الله ربي يفرج عليها على قريب. بخصوص الموضوع هذا نلقاو الانستغراموز لينا الخويلي متأثرة على اللي صار المريم وتلوم بالخصوص البرنامج اللي مبني بالأساس على البوز اللي كان سبب المشكلة من الأول. شوفوا معايا شنو قالت بالضبط. حكينا صحابي على حكاية مريم الدباغ كيفاش توقفت هاتو. ما نتصورش كان فما انسان ما اثرش فيه الاخبار ولا ما وجعوش ولا ما مسوش. اما انا قعدت نخمم قلت فما حاجه مهمه ما جبدناهيش جمله وما حكى عليها حتى حد، اللي هي المشكله بين مريم وحنان. شكون بداتها الميديا، بداها البرنامج اللي خرج معناها حبوا هما راهو ريتوا البرنامج الحلقه كتجي باش تتعدى راهو فما تحرير واعداد يصير قبل ما تتعدى الحلقه، وهذاك الكل راهو يبدا مكتوب في اوراق ويبداو محضرينه. فما حد شيء راهو يصير ارتباطيا، فما حد شيء يصير بطريقه ارتجاليه. ريتوا الكلام اللي تشوفوا فيه في التلفزه الكل هذاك يقعدوا قبل ويقراوا بينات بعضهم شنو باش يعديو شنو مش باش يعديو. باهي كيفاش بدات الحكايه دو باز وكيفاش صارت الحكايه دو باز. وانا باش نقول لكم خاطر من قبيله نحكي انا وصحابي فيها الحكايه، اللوم بالحق على شكون يتحط. معناها اللوم راهو لا يتحط لا على مريم لا على حنان. او باش نقول لكم انا الحكايه دو باز كيفاش انت تجي المراه خبر عرسها مخبيته لاسباب خاصه، لاسباب شخصيه، عندها اسبابها الشخصيه، ما تحبش تقول اللي هي عرس. كيف انا وقت كي حبلت ما حبيتش نقول لي انا حبلت. كيما انتوما عندكم راهو حتى الانسان المشهور اللي معروف عنده حياة خاصة، فما حاجات يحب يبارتاجيها لأسباب خاصة وفما حاجات ما يحبش يبارتاجيها لأسباب خاصة. ما تجيش انت تفرض عليا انا خبر انا خاص انا مخبيته ما نحبش الناس تسمع بيه تجي تحطولي في تلفزة. اوكي معناها انتوما تعرفوا اللي السبب هذاك ينجم يقلق مريم. حنين عملت كومنتير معناها علقت على حكايه الاخبار وكل شيء، بدات خاطر هما كانوا صحاب وكل مريم توجعتش من الحكايه مع شويه تعابير مع شويه كلمات كذا. وصلت الحكايه وين؟ وصلت الحكايه بين زوج صاحبات وين؟ في الحبوسات، في الحبس، محاكم وقضايا وحبوسات وتوقيف وندرى شنو على خاطر شنو باش البرنامج هذايا يركب على الحدث ويعملوا البوز. معناها باش البوز على خاطر نسب مشاهده. الاخرى مسكينه الله اعلم بها اليوم فيش قاعده تقاسي. معناها تخيلوا انتم الشويه اللي تشويتها ولا كالوجيعه اللي توجعتها. انا كي هبطت قلت ملا شويه خاطر بالحق نعرف اللي هي شويه معناها، فما بالك هي اللي عاشتها اون بيرسون، معناها هي في حد ذاتها عاشتها. اما هذا اعلام تحكيوا عليه، هذا شيء تسربيوا فيه للعباد، هذوما بلاتوات تحطوا فيهم للناس، هذه حاجات تسربيوا فيها للعباد. معناها احنا في 2023 داخلين على 2024 بعد حروبات وكورونا وفلسطين والدنيا مش دخلت في حيط غادي من دخلت في حيط. شوفوا انتم الاعلام وين وصلنا. هذه بالنسبه لي انا الغلطه، هذه غلطه الاعلام. ما تحكي لي حتى كلام، هذه غلطه شكون؟ غلطه الاعلام. معناها احنا اليوم في تلفزنا نتفرجوا في حاجات توصل العباد لحبوسات، تعرك اصحاب بينات بعضها، تقلب الدنيا. علاش؟ على خاطر بوز وعلى خاطر شويه نسب مشاهده. نحب نفهم معناها هذا الاعلام اللي ورا فينا في صوره البلاد. معناها هذوما البرامج اللي تتعمل وتتعد وتتحرر وتتكتب، هذوما معناها اللي تسربيو فيهم انتوما للشعب، اللي توريو فيهم للشعب. هذه ايماج البلاد. هكا احنا التوانسه معناها هكا. اش باش يقولوا علينا العباد؟ اش باش يقولوا علينا البراينيه؟ بالحق اش باش يقولوا علينا العباد تتفرج فينا من برا؟ سامحوني انتوما اللي بجيتوها المشكله بيناتهم الزوز، انتوما اللي بجيتوها عمرتوا هذيك على هذيك، الاخرى عملت رياكسيون، هذيك عملت رياكسيون، الاخرى شكيت، الاخرى دخلت الحبس. هكا هو. وانتوما قعدتوا تتفرجوا وعملتوا نسب مشاهده محليها ما شاء الله عليكم، عملتوا البوز محليه ما شاء الله عليكم. معناها بتشوفوا احنا في تونس وين وصلنا اون 2024. معناها داخلين في 2024 وين وصلنا. الاعلام فيش قاعد يروج، الاعلام فيش قاعد يحط لنا في التلفز ملا اخبار مهمه وملا قضايا مهمه تبارتاجيو لنا فيها، ومرلا شعب قاعدين توعيوا لنا فيه، وملا حاجات معناها قاعدين نتفرجوا فيها قديشنا مهمين، قديش اكزامبل قريب منا برشا. هكا المغاربه. شكون ما يعرفش المغاربه؟ على الله خير عاد نعرفوش المغاربه. شكون ما عاشرش المغاربه؟ ديغنيغمون فما بلوغوز مغربيه
تقلبت عليها الدنيا في الخليج، تقلبت ايجو جي بيان تقلبت. هي اشاعه على الحكايه اللي صارت، ما فماش شكون ما خرجش دافع عليها، ما فماش شكون ما خرجش وقف في صفها، ما فماش شكون ما قالش ليه هذيك تمس من تصويره المغاربه. احنا في تونس شنو نرميو قنبله تطرشك تشعل، بعد نقعدوا نتفرجوا من بعيد، يا شنو صار، يا شنو عملوا، يا ما حقهمش. مش تشعلوا النار وتصبوا الزيت على الغاز ومن بعد تبداو اللي يلوم على مريم واللي يلوم على حنين. بالنسبه لي انا نلوم على لب المشكله شكون بداها. اوكي، بداها الاعلام، وفريمون شيء مش يعمل العار اكثر من اللي يعمل العار من غادي برشا زايده. معناها بور كونكلور، هذا لا يمثل تونس ولا تمثلوا تصوير تونس. انتم بكلكم معناها الاعلام في حد ذاته لا تمثلوا تونس ولا تمثلوا تصوير تونس ولا تعكسوا تصويره المراه التونسيه. على خاطر كان باش تقولوا لي الكلام اللي قالته هذيك عيب وما يجيش، ولا الكلام اللي قالته الاخرى عيب وما يجيش، ولا رده فعل الاخرى عيب وما تجيش، ولا اللي عملته الاخرى عيب وما يجيش، انتم اللي متسببين فيه. سامحوني معناها انتم اللي تسببتوا فيه، انتم اللي صار حطيتوا الزيت على النار ولا كيفاش يقولوا فيها، بعد ما تجيوش تلوموا على العباد شنو كانت رده فعلها. اما فريمون ملا عار وملا خزي احنا قاعدين نعيشوا فيه، اللي احنا في تونس اون 2024 الشيء وصل بينا للحبوسات، نلعبوا بالحبوسات، نلعبوا بعروضات الولايه، نلعبوا بمستقبل الولايه. معناها امراه مسكينه مازالت كي مدت يديها للحنه، مازالت كي عرست ما خلطتش فرحت بيه، عرسها اللي تستنى فيه ما خلطتش فرحت بيه. كل مره طالعين لها من بلاصه، كل مره عاملين لها حكايه. ما فهمتش بالحق، حسيبهم ربي حسبي الله ونعم الوكيل، وكرهتونا فيها تونس، كرهتونا فيها.